حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال يا رب. البيتي فور بقى الجميل بتاع العيد، كل عام وانتم بألف خير. هنعمله بمقادير مظبوطة، هيطلع معاكي دايب، بس مش دايب اللي هو يتفتفت قوي او لا تمسكيه دوت او تكوني حاطاه في العلبة تلاقيه فرول كده. لا، هيكون دايب وفي نفس الوقت متماسك شوية ان انتي تقدري تشيليه وتحطيه. شايفينه هنا دايب معايا ازاي؟ دايب جدا جميل، بس طبعا مش بيتفتت على طول ما بمسكه. وصفة جميلة جدا، يلا نشوفها مع بعض. عندي كوبايتين من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وهنا بنستخدم الزبدة الفاخرة البلدي، ما تنفعش في الوصفة دي. عندي كوباية من السكر البودرة المنخول ويكون ناعم قوي. عندي هنا بيضة كاملة عليها فانيليا وصفار 3 بيضات. وعندي نص كيلو دقيق. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف بالكوبايات وبالجرامات كمان. وطبعا الدقيق بنحط عليه ذرة ملح أو ربع معلقة ملح صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. الوصفة دي ما فيهاش بيكنج باودر، البيتي فور ما بتحطش عليه بيكنج باودر. هبدأ بقى بسم الله، هحط الزبدة على السكر، والزبدة هي الطرية بدرجة حرارة الغرفة، وهضربها ضرب كويس جدا. كتر الضرب في الزبدة مع السكر لحد ما لونها يبقى فاتح، هو دوت سر هشاشة البيتي فور. لازم اضربهم لحد ما يبقى قوامه عامل زي الكريمة بالظبط. وده القوام بتاعي المطلوب، عامل زي الكريمة. هو كده تمام قوي عندي الزبدة مع السكر. هبدأ بقى احط البيض، بس مش هحطه مرة واحدة، هحط جزء جزء واقلبه لحد ما يتجانس معاهم، وبعدين احط الباقي البيض. شايفين هنا طبعا كل ما بضرب القوام بتاعه بيبقى هش كده، بيبقى عامل زي الكريمة اكتر وبلونه بيفتح. هنا كل شوية لازم ألم الجوانب كده وانزلها وارجع اضرب تاني لحد ما الخليط كله يتجانس مع بعض. كده خلاص دوت القوام الجميل قوي معايا. ملاحظين الكمية تضاعفت ازاي من كتر ما بضرب، كل ما بيبقى هش وحلو. هبدأ بقى انزل على الدقيق بواحدة واحدة، احط حبة حبة وبرضو اخلطه. انا هنا مش هعجن، انا هنا هقلب الدقيق بس ان هو يختلط مع المكونات. هنا بقى حطيت اخر حبة من الدقيق وهبدأ الم بايديا عشان انزل اللي هو على الجوانب دي زي ما انتوا شايفين كده. لان كل حاجة كل جزء من موجود في البولة دي من المقادير بتاعتي، ولو سبت جزء يبقى انا كده بخل بالمقادير بتاعتي اللي انا حطاها. بعد ما قلبت خلاص الدقيق خلص، هو ده القوام اللي انا عاوزاه. بيلزق كده، بيلزق كده. بصوا هو بيلزق في ايدي اليمين علشان انا عاجنه بيها، لكن الشمال لما بحط فيها اي نعم بيلزق لكن بيسيب ايدي، لكن اليمين مش هيعمل لان اللي انا بعجن بيها فيها عجين. هنا برضو في اختبار القوام ما ينفعش معايا خالص، لازم ادخله التلاجة على اقل نص ساعة، وبعدها اشوف القوام بتاعي هيكون عامل ازاي. هنا بعد ما طلعتها من التلاجة شايفين بقى ماسكة نفسها خالص اهيت، ولا عملت فيها اي حاجة، مجرد دخلت التلاجة وما كورها كده واحطها ما بتشققش كده تمام. عندي بقى انا هقسم العجينة، عندي نص هعمله الفانيليا زي ما هو، والنص التاني هعمله بالشوكولاتة. جبت كاكاو خام اسباني، والخام الاسباني يا جماعة عشان يكون لونه غامق ويلون معايا بسرعة، مش هحتاج احط كتير. وحطيت معاه قطعة زبدة عشان ما تطلعش عجينة ناشفة، عشان اطريها زي البيتي فور زي العجينة التانية. عندي هنا دوت القمع اللي انا مستخدماه وبعمل بيه، وعندي قمع تاني برضو، الاتنين حلوين والاتنين طلعوا نتيجة حلوة. القمع اللي يعجبك او الفورمة اللي تعجبك اشتغلي بيها. هنا بقى مجرد فكر للتشكيل، ان انا بلف بالقمع ازاي عشان اطلع الشكل اللي انتوا بتشوفوه. بشوفه مثلا في اي مكان وبقول انا عاوزة الشكل الحلو ده. هو نفس القمع بيعمل كذا شكل زي ما انتوا شايفين كده. تلفي وتروحي لفاها ومطلعاها كده، كده خلاص تمام. نفس القمع يتعمل بيه شكل تاني. هنا عايزة اقول ان نفس القمع او نفس الفورمة ممكن انا اللي اتحكم فيه، ان انا ادوره، ان انا اعمله، ان انا اضغطه، ان انا اعمله شكل واحد، ان انا اكبسه كبسة واحدة. القمع الواحد بيطلع لي كذا شكل، مش اقماع كتير ولا حاجة يا جماعة. هنا معلش انا طولت في الجزئية دي، انا هوريكم الشوكولاتة بالمرة علشان انا بسمع ان هو لازم اقماع معينة للبيتي فور. ان ما كانش القمع دوت مش هنعمل بيتي فور او مش هينفع. لا هينفع. القمع العادي خالص اهو بضغطه بايدي كمان، لا كيس حلواني ولا اي حاجة، وبيعمل كله تمام ويديني شكل زي الفل. اللي موجود عندك اشتغلي بيه، مش لازم تروحي تشتري مخصوص عشان تعملي بيه. شايفين بقى الجمال والاشكال الجميلة كلها من قمعين العاديين خالص.
هحطهم في الفرن على درجة حرارة هادية. انا عايزة بس التحت هو اللي يبقى يدوب محمر، لكن فوق ما بولعش الشواية خالص عشان يفضل ناعم ودايب زي ما هو. وادي الكمية اللي طلعت من نص كيلو دقيق. التزيين بقى، عندي هنا مربى فراولة بيتي انا اللي عاملاها في البيت، هبدأ احطها. مربى مش لازم في البيتي فور، لا مش لازم، اللي انتي بتحبيه. انا بحب مربى الفراولة عن مربى المشمش، غيري بيحب مربى التوت عن كده. حطي اللي انتي بتحبيه واللي ولادك بيحبوه ياكلوه. مش لازم حاجة معينة او حاجة ستاندرد ان انا اقول دي اساسي ان انا لازم تكون موجودة. اللي موجود عندك في البيت اشتغلي بيه. عملتي مربى، لزقتي بشوكولاتة، حطيتي. انا مش هعمل الخطوة دي واكررها واقول لكم ان انا زوقت ازاي، هيبقى واضح. لان الزواق دوت يعني ذوق شخصي. انا ممكن احب الشوكولاتة وانت ما بتحبيش الشوكولاتة. يمكن انا كمان يعني بحب البيتيفور قوي اللي هو الساده، ما احطش عليه لا شوكولاته ولا اي حاجه من دي خالص. احب اكله كده واستطعم طعم البيتيفور لوحده بدون اي منكهات. هبدأ بقى في الصينية. عندك علبة، عندك شالة الكحك اللي موجودة عندك، حطي فيه ورصي فيه. وادي اللي طلع معانا الكمية الجميلة من نص كيلو بيتي فور. كمية حلوة جدا. مكونات يعني ما هيش كتيرة. ما فتهاش حوارات كتير وان انا لازم زبدة كذا ولازم دي كذا. الدقيق اللي انا بستخدمه دقيق المخابز، هكررها في كل فيديو. الدقيق بتاع المخبز العادي، الافران العادية خالص، لانه هو شغال بيه وهو جايب حاجة كويسة بيشتغل بيها. أرجو إن انتم تجربوا الوصفة، وكل عام وأنتم دايما يا رب بألف خير، ورمضان كريم وعيد سعيد عليكم دايما يا رب. اوعوا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. اوعوا تنسوا التعليقات الجميلة الحلوة اللي بتسعدني. وكل اللي بيطلب مني وصفة عينيا حاضر هعملها. بس أنا يعني عشان دلوقتي موسم العيد، الناس برضو طلبت وصفات العيد، فأنا قلت أعملها. وبعد كده إن شاء الله هعمل الوصفات اللي طلبتوها مني. وعينيا ليكوا. وشكرا شكرا لاهتمامكم. وشكرا لكل اللي بيكتب لي كلمة جميلة على حاجة بتعجبه مني. وأرجو إن انتوا تستفادوا مني ولو بمعلومة. وكل عام وأنتم دايما يا رب بألف خير. رمضان